مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات في لقاء حصري معنا وفي الورتاني على قناة تلفزة تيفي. قامت خولة سليماني بتوضيح ملابسات وفاة صديقتها فرح القاضي، حيث أثارت تدوين للمحامي منير بن صالحة جدلا واسعا بعدما أشار إلى عدم براءة سليماني دون تقديم تفاصيل إضافية. أثار هذا التصريح تساؤلات وشكوك حول دورها المحتمل في وفاة القاضي، مما دفعها للظهور إعلاميا للرد على هذه الاتهامات وتوضيح موقفها للجمهور. خولة سليماني كانت في حالة هستيرية كبيرة، وكشفت لي معلومات لأول مرة تكشف للرأي العام. قالت: نحكي بالسرقة خاطر في الكلينيك في سويسرا أنا تحت رعاية، ممنوع نتكلم والتليفون دخلته بالسرقة. أنا ما كنتش باش نطلع ونسافر، وفرح شد تصحيح باش نمشي لعيد زواج أحد أصدقائها، وأنا ما كنتش في حالة جيدة. أنا خلطت عليه من بعد في سيسيليا ومشينا لمالطا. في الباتو كنا 3 أصدقاء والكوبل أصحاب. فرح رقدنا في الباتو، وصل نهار العيد المالطا وعيدنا في الباتو. رقدت انا الاولى خاطر تعبه مسفر، وهما بعدي مانيش فرد بيت مع المرحومه. قيمتني بياتريس، قالت لي راهو فرح ما حبتش تقوم، كل شيء مقيد والاقوال موجوده والباتو فيه كاميراوات. كانت فرح باش تشري روبه لامها، وبعد نفطروا نمشيو للمطار. ما جاش لبالنا وقتها، مشي في بالنا تفدلك. كي دخلت كنت ما تتحركش والنفس ضعيف، وكي جاو الاسعاف قالوا لي مازال قلبها يدق. أنا طلعت معاها للمستشفى، قلت لهم أنا صديقتها المفضلة ونمثل عائلتها. الطبيب قال لي قلبها وقف في الإسعاف وخدمناه، وعاود وقف وعاود وقف في السبيطار وعاود خدمناه. أما حالتها صعيبة برشا. ورجع لي من بعد قال لي قلبها عاود وقف ونحينا الماكينات وتوا راهي توفات. أعلن الوفاة ما فاتش 8:30 متاع الصباح. وأنا كلمت أمها، قلت لها ما تتفجعش، فرح مرضت وهزيتها للسبيطار. عاودت المرة الثانية كلمتها وعطيتها الطبيب كلم بوها. دخلت شفتها وقريت لها القرآن وقمت بالواجب في الإجراءات. قعدت معها 15 دقيقة ونتفكر كان بوستها من جبينها. من بعد فقد كان في بيت في السبيطار، حقوا معايا بطبيعة، وحالتي النفسية كانت تعبة في وهما قالوا لنا تنجموا تسافروا بعد ما شافوا الكاميراوات. التقرير الأول أزمة قلبية، ومن بعد صار التشريح قال أزمة قلبية. أنا من غدوة مشيت للسفارة التونسية في مالطا، وبعد من غدوة جاني زوجي السابق وهو صديقي، والطبيب قالوا يلزمها متابعة، وأنا عندي الجنسية السويسرية. أنا في تونس معروفة برشا وممكن هربت من الناس. ما كنتش نتصور كمية الحسد والغل. احنا مسلمين، اللوم على رجل القانون يلوج على البوز. حسبي الله ونعم الوكيل. ما يعرفش القانون الدولي. كانت حل البحث هل انه نجم نسافر ولا نهرب، وكيفاش نهرب لبلاد اوروبي وفضاء شنغل اللي تنتمي له مالطا، باش نروح لتونس ونقدم به قضية لانه هو عنده مشكل شخصي من وقت قلب الذيب. امها البارح نحكي معاها نهار كامل وما حكيناش بعد ستاتيو. اما بياتريس قالت لي امها متحير عليك، وبعثت لها ميساج. وبالطبيعه ننفي وجود مواد مخدره، وكي توفات ريت وجهها يتبسم. اللي قالوا تحت وضربت على راسها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.